السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم خير شباب الأرض. النهاردة قصتنا مختلفة شوية ومميزة جدا. النهاردة معانا المدرب كابتن أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك كابتن احمد مزاح برماوي، شارك بسفرة مصر. 18 سنة. محافظة البحيرة، مدينة تل بارود. أنا صاحب أكاديمية برازيل أكاديمي، ويعتبر أصغر مدرب في مصر في الوطن العربي. إن أنا ما شاء بدأت الله إن أنا أبدأ أطلع مواهب، ما شاء الله إن أنا تقف على رجليها، ومعايا برضو شباب صبيان إن أنا أبدأ أوقفهم على رجليهم. ما شاء الله مش بقولك إن أنا صنعتهم، يعني أي مدرب بقول لك أنا السبب. يعني أي مدرب عامة في أي لاعب ما ينفعش يقول إن أنا صنعت اللاعب، أقول إن أنا كنت سبب. ما شاء لان الله بعد ربنا انت سبب، بعد ربنا زي ما ربنا عمل خلاك بقيت سبب كابتن، انت تبقى سبب ان اللاعب يوصل للنادي وكده. ما شاء الله ما معاك شاء كابتن الله مريم ممدوح بالماء، بتلعب في توت عنخ امون، ودول تحت الرعايه لسه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك لكم. أنت بقى كابتن نور. كابتن مريم. مريم. كابتن مريم. اسمي مريم ممدوح البرماوي. عندي 15 سنة، بلعب في أكاديمية برازيل. هو أخويا، بس في الملعب قبل ما يكون أخويا هو صاحبي، وحتى في الملعب بيبقى مش أخويا، بيبقى مدربي. ما شاء الله. وأنت كابتن نور. اسمي نور ممدوح برماوي، عندي 14 سنة، بتمرن عند الكابتن سفرود أكاديمية برازيلي، وهو اللي داعمنا دايما، واقف جنبنا، وإن شاء الله لحد ما هيوصلني المنتخب إن شاء الله، وهيسفرني بره، وأنا بحاول على قد ما أقدر. ما شاء الله. وأنت كابتن أبراهيم. اسمي عبر عبد الفتاح عبد الغني. سني 14 سنة، بتمرن في أكاديمية برازيلو، ومع الكابتن سفرود. واقف في ظهري ومش هيسمح لغاية لما أوصل للمنتخب. ما شاء الله ما شاء الله. طب بدايتك بقى كانت إزاي يا كابتن أحمد؟ اللي هو بدايتي خالص قبل ما اكون مدرب، اه انا كنت عمري ما دخلت اكاديميه خالص. بداتها من الشارع، اللي هو لاعب عادي، عيال عماتي، صحابي، اخوات صحابي، عيال عماتي وكده. كنت ببدا العب كوره، بعدين ربنا كرمني ورحت نادي السكه الحديد. لعبت يجي 5 سنين، جالي عرض من نادي ان هو لسه في الناشئين، وجالك ان انت تروح تلعب فريق بيلعب في الممتاز اللي هو في اسكندريه، بس بدون ذكر اسماء. إيه، فممكن كان من الاداره ان هو كان بدايه اللي هو الاستثمار، مثلا إن المدرب عاوز مني فلوس ان انا عشان يمشيني، وطالب من النادي ده مبلغ، فممكن كانت الظروف ما وفقتش. جيت بعدها رحت نادي ممتاز به. بدات ان انا العب نظام اللي هو الوسايط وكده، ان هو ايه بدا يشتغل بقى، يقول لك ابن مستشار كذا، ابن كذا. فاللي هو خلاص انا قلت ايه، ممكن ان انا ما اوصلش، ان ممكن جالك إحباط يعني. احباط. ممكن ان انا بقى قلت ان انا ابدا مثلا من حد من اهل بيتي، ان انا ممكن ان انا ما وصلتش اخليه ان هو يوصل. يعني اغرس فيه النبته زي ما بقول لك كده، اللي هو مثلا ايه انا ما وصلتش وما عرفتش احققه، اخليه هو اللي يحققه. بدات كنت مثلا اروح اتمرن، خلاص ان انا قعدت بقى ان خلاص فتره الاحباط، ان انا هبدا اروح. ببص لقيت مدربين يعني مكلمني، تقول لك ايه رايك في الاحتراف وكده. مم. فبدات كان في وكيل محترم يعني اتواصل معاه من الامارات وكده. فكنت بتمرن وانزل اتمرن، غبت يجي 4 شهور، كانت بدايه تالتة اعدادي، ان انا انزل اتمرن واجي. فاخواتي طبعا كانت نور بتلعب جمباز، مم. وكانت واخده ميداليات يعني طبعا اول جمهوريه وكده، وبتلعب برضه وكونج فو. فكنت خلاص ان انا شايف ان هي عندها القوه والرشاقه ان هي ممكن تبدا تلعب كوره. ما شاء الله ومريم كنت مثلا بدات افهمهم ازاي اساسيات الكوره، ازاي تتعلم، ازاي تفهم كده. فجت بقى في مرحله ثالثه اعدادي هم بداوا يعني. كان في كابتن صباح اللي لها فضل عليا، ان هي كانت ماسكه انشطه وكده، ان هو ايه اللي هو عاوز تعمل حاجه للبنات، بس معهاش الفكره ان حد يساعدها، ان هي صح عاوزه توصل بس ما فيش دعم، ولا ان هي عاوزه توصل لحد الفكره يشاركها ان هو إيه توصل كمان. ما شاء الله فبعت لها مريم طبعا ونور، وكانت ابرار معاها برضه، وكباتن تانية. كانت اللي هو تبدأ مثلا بطولات كده، إن هي تبدأ تحفزهم، تعلمهم كورة كده. فجت يعني هي برضو ما يأستش، جالها إحباط برضو إن هي إزاي تطلع شمال أفريقيا، إن هي معاها بنات مش جاهزة. ما شاء الله لا يعني خدت التحدي إن زي كده برضو، يعني ما ما شاء سمعتش الله لده ولده ولده. ما شاء الله وإن شاء الله وربنا كرمها برضو، خدت تالت. جيت بقى من هنا إن أنا بدأت خلاص إن أنا هسافر الإمارات. بدأت أنزل الساحة كل يوم، أسيب دروسي. خلاص بقى عدت تالتة إعدادي، بقيت في أولى ثانوي، اخد الدرس ما احضروش مره كده، بدات انزل اتمرن. ما فجت شاء مع الله حد ربنا كرمني بقى، مم. ان بدات حصل ان انا مع كابتن صباح كان عندها سفر في المنصوره الجديده، طلعت معاه كده. فمن هنا بقى جت الفكره ان انا ممكن مثلا ان انا نبدا نعمل مشروع مواهب وكده، ان احنا نمرن وكده. وهي ساعدتني واقف جنب، وهي اللي لها كان فضل بيتمرن عليا، على الرب كتير. وهي اللي لها فضل على الكره النسائيه عامه يعني في مصر بحالها، ويعتبر في افريقيا ان هي طلعت بطوله. ما شاء الله فبدات بقى من هنا ان انا ابدا اعلم. جت بقى في اول حاجه خالص، بدات التمرين. ده عمري يقول لي انت ازاي هتمرن،
انت مش هتوصل يا ابني، التمرين ده لازم تكون كلية تربية رياضية او تكون عندك 21 سنة عشان توصل. كلام سلبي يعني. والأدوات. مم. ما حطيتش في دماغي ده كله. والمفروض ان انا كنت في المنصورة ان انا مسافر الامارات، اللي هو مم. خلاص قال لي 15 يوم اللي هو المفروض هنزل مم. كمان 5 ايام. تخليت طبعا عن السفر. قلت مثلا يعني في مثل دايما بيقولوا اللي هو آية قرآنية، اللي هو اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور يعني. صح اصبر عادي، الصبر صح عادي، صح. الصبر طول ما الصبر، وربنا قدم الصبر على الصلاة. طول ما هتصبر طول ما هتلاقي خير يعني. هتلاقي ايه، فعلا. ازرع وهتحصد قدام. صح صح. جيت انا بقى عرفت بدأت انت قعدت 5 شهور تدفع ايجار الملعب على حسابك. انا وكابتن صلاح طبعا يعني على حسابكم. ممكن ازيد من 5 شهور الايجار بندفع من حسابنا. ما شاء الله. وطبعا انا كنتش بحضر دروسي، وهي طبعا كان في عز الشتاء كانت بتسيب بيتها ان هي تنزل اولادها يعني. ممكن كانت تقعد باليوم معايا في الملعب عشان يبداوا ينسسوا دول عشان يشوفوا حلمهم يعني. ازيد ما من شاء 5 شهور الله. ان ما ما فيش شاء الله. حد يدفع تعبانة يعني أصلا. من جبنا، وربنا يشفيها اول حاجه. ما شاء الله. جيت بقى اشتغلت الادوات. اول طريق الاحباط ايه اللي انت بتعمله ده يعني؟ مثلا السلم بدات اعمله من صندوق الرنجة. مم. يقول لي هو في حد يا ابني يعمل ادوات من ديت كده؟ مثلا الاقماع بدات اعملها من المكن بتاع الخياطه القديم، كان بيبقى فيه بكر كده. بدات اجيب وامرن مثلا الاشخاص اللي هو بيبقى خصم، ان انت مثلا هتوقف اللاعب في الملعب عشان يبقى الخصم قدامه. بساط المقشه، وطبعا الحواجز والجنبات والاطواق بيسلكوا الكهرباء. ما فلقيت شاء الله. الاحباط. فالحمد لله ربنا لحد ما كرمني وبقيت سبب ان اودي صبيان انديه. ومريم برضو يعني هي النموذج الواحد في مصر يعني، في خلال سنه ان هي قدرت تلعب نادي. ما شاء ويعني الله. نادي توت عنخ امون يعني ما مدير شاء الكره الله. النسائيه في مصر، اه ويعتبر طبعا في الوطن طبعا. العربي بحاله. طبعا طبعا طبعا. وانت يا كابتن نور، كابتن بدايتك مريم. كانت ازاي؟ انا في الاول كنت رافضه حكايه الكوره. لما كان مثلا احد يجي في الفيديو يقعد يشغل ماتشات اهلي والزمالك، بشر كنت بحب الزمالك وبشوف لعيبه حلوه ويا بقى اي بنت تشوف الكوره مش حباه. فهو كان بينزل يلعب كوره، فكنت بتحايل على بابا انزل معاه. كان بيجي الساحه هنا كتير، كنت بقول له يا بابا عايزه اروح، ما كانش بيوافق. فكنت بتحايل عليه واقعد اعيط وكده. فكنت بروح، كنت بقول له هقف في الجون، او كان يجيب كوره كنت اروح اخد معاه كوره. كان هيها اللي هناك ده كان بيديه عشان كده عارف. كنت باخد الكورة، كان يعني انزل امشي بالكورة، مم. اعمل انطق عليها كده، اعمل تمام. سيزر ازاي وكده. فكان في مدرب، كانت آية وليا صحاب كتير كانوا راحوا يلعبوا. فكان في كابتن هنا كان خلاص هو بقى اسسني اللي هو الاساسيات البسيط، عشان كان هو بقى كان بيلعب وكان هيسافر وكده فما كانش هيمرن. ففي مدرب رحت له، هو ليه فضل عليا. والمس صباح برضه هو قال لي مس صباح، بس انا ما كنتش عارفه ان مس صباح مع الكابتن ده. فروحت لقيت مس صباح والكابتن. الكابتن ده بقى فضل يمرني تقريبا، يعني اللي انا فيه ده هو ليه جزء منه في الباص واستلام زود على اللي احمد عمله. وبعد كده بقى حصل خلافات ما بينهم، فكل واحد افترق. فانا مم. كنت مع اخويا، هو ده بقى يمرني. فشفت النادي ده على التلفزيون، ما شاء الله. فقلت لا انا عايزه اكون زيه. انا كنت رايحه تسليه بقى اللي هو عادي. مم. بعد كده قعدت 4 شهور او 3 شهور عندي دروس، مثلا اصحى معاه الساعه 6 الصبح، افضل اصحيه ونروح الساحه. بعد كده اخلص اروح دروسي، بعد كده اتمرن تاني. قعدت 3 شهور على كده، بصحى الصبح بفضل بهدومي طول النهار بقى افضل اتمرن يعني. ما كانش في وقت اصلا بيعمل اللي انا كنت بعمله. ما شاء بعد الله. كده بقى ربنا كرمني، بس كان جالي احباط بقى. يعني كانت صاحبتي حتى تبقى معايا، رايحين اختبارات تحبطك. سوا. اول ما انا اتقابلت وهي لا، انا كنت زعلانه، كنت عايزه اتقبل، هي زعلت. لحد الان في تاتش ما بيننا، اللي هو في غيره ما بيننا. يعني انت كنت زعلان عشان انا مش فرحان عشان لا، اما حتى في العربيه ما جبت سيره مين اتقبل ومين ما اتقبلش، بس اللي هو زعلان عشانها هي. هي بقى لحد دلوقتي في بينا عداوه، بس هي بالنسبه لي عادي، بروح اتكلم معاها، بيحصل بينا خلاف. عداوة من طرف بس واحد يعني. مع ان هي مش قد، يعني هي اصغر مني بس. بس انت بتحبها قوي يعني. ايوه عادي، بس ربنا يسهلها واشوفها في المنتخب يعني كمان ان شاء قبلي. الله. لا، ان شاء الله. بس ده يعني بقى اللي بيفضل يبقى لحد دلوقتي انزل اتمرن معاه. يعني مثلا ممكن جات لي فتره كده لحد دلوقتي مستواي نزل، بعد ما طلع نزل على طول. هو بقى بيحاول اللي هو يرجعني تاني ان شاء الله. ان شاء ان الله. شاء الله. وانت يا كابتن نور؟ انا اول بدايتي كنت بلعب جمباز، وبعدها لعبت كونغ فو. ما كنتش بحب الكوره. مريم اختي لعبت قبلي طبعا عند الكابتن، ماشي. فبعدين بعد اخويا كان بيمرنا وكده وحبيت الكوره كمان. فانا كنت بلعب كونغ فو كده، كنت رافضه الكوره، كنت بحب الكونغ فو والجمباز، الاتنين كانوا كده ما بين بعض. كانت واصله فيهم.
وبعدين مريم بقى قعدت تقولي تعالي وجربي ومش عارفه ايه، فانا رحت وجربت، وكنت واخده تسلية في الاول. لما لقيت في بنات بيلعبوا وكده، ولقيتهم برضو لعيبه ما شاء الله يعني، ما شاء الله. ولقيتهم كده بيلعبوا، فانا وحبيت اعمل زيهم. تمام. وبرضو ده شجعني وحمسني ما اكتر. شاء الله. تمام، ان العب زيهم. وبعدها رحت مع اخويا الساحه مرتين، وبعدها علمني حاجات، كان بيعمل لي برضو بالخيط ده اللي هو القرطاس بتاع الخيط. تمام. قبل ما اجيب الادوات، وبعدها قعد يمرنا في الساحه انا ومريم. رحنا مرتين ثلاثه كده بعدها، وبعدها رحنا عند الكابتن برضو ليه فضل علينا، ولحد الان دلوقتي ما بنتكلمش معاه زي الاول، بس اللي هو ازيك، في حاجه كده مسافه ما بيننا، بس برضك ليه فضل علينا. وبرضك الكابتن صباح برضك بشكرها طبعا، والكابتن صباح برضك كانت بتشجعنا دايما، وكانت بتقف جنبنا برضك مع الكابتن احمد. ما شاء الله. الكابتن احمد برضك تاني ورانا، اللي هو لحد ما هيوصلنا ان شاء الله. ما شاء الله. و كابتن احمد بقى، مين اكتر حد كنت بتلاقي منه الدعم؟ مثلا والدي ووالدتي، اخوالي، والدتي، والدة مامتي، والدة بابايا، وطبعا هم لهم الفضل عليها، والكابتن صباح. بعد يعني ده كله بعد فضل ربنا طبعا سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. ويمكن امير دلوقتي صاحبي، هو ما يعني شاء اكتر الله. واحد برضو معايا ما بيسيبنيش في اي حاجه. ما شاء الله. وانت يا كابتن مريم؟ انا كان بابا في الاول كان واخدها، قال لي يعني اداني الحريه ان انا اعمل اللي انا عايزاه. وماما بعد كده كابتن صباح، بعد كده بقى امير. مثلا لما عاوز حاجه مع احمد، يعني احمد مثلا مش موجود في درس او حاجه، لو قلت الامير ممكن يجي يقف معايا على طول. ما يعني شاء الله. بعتبره اخويا. ما شاء الله. وانت؟ هي مهاريه. هي لو خست اصلا مش بتاكل كتير، مش كده يعني. دلوقتي جات لها فتره كانت بتهبط، كانت بتمشي مع اختي في الشارع، كان بتقاوم بدون عليها من كتر الهبوط. مم. فهي محتاجه دكتور او محتاجه حد يقول لها حاجه تخس بيها. ما شاء حتى الله. كان مامتها وباباها كانوا يقعدوا يقولوا لها، هي مامتها مش عايزه تزعلها، بس من كتر الانتقادات اللي جات لها كتير، هي ما خلاص يعني هي قربت هي بتحبطها تصدق. أيوة. بتحبطها من غير قصد. ايوه هي مش قصدها، بس هي بتلعب على جسمها، بس هي فعلا مهاريه وتستاهل كل الخير عشان هي طيبه يعني ابرار، واحترامها. انا بقول لك هي افضل من بنات بتلعب حاليا في ممتاز انا شفتها وبتلعب. دي فعلا. هي افضل منهم. فعلا. يعني ابرار افضل من، ويمكن يعني كانت في عروض، يعني في عروض جايه لها ان شاء الله، وبعدين هتسمع اسمها يعني ان شاء الله. ان شاء الله. هي هما وكابتن في نور. جالها إن شاء عروضات الله. كتير قوي هي نور، بس كل ما حد يشوف هو شافها حلوه قوي، بس يقول لها مشكلتها في الوزن. ان شاء الله. يعني هي المشكله الوحيده اللي بتواجهها الوزن، غير كده هي هي ابرار، جاهزه. يعني ميزه ابرار هي ممكن تروح وتلعب، بس هي برضو من جواها ان هي مثلا مش عاوزه تروح نادي اللي انا هروح اقعد دكه، لا هي عاوزه تروح هتكسر الدنيا، ان انا رايحه خلاص هلعب لعب سوبر وافيد الفرقه، ان شاء الله. ان انا ما اروحش ان هم ايه، ان هم يستفادوا مني وانا ما افيدهمش، لا هي عاوزه تروح تفيدهم برضه. ان شاء الله. كابتن احمد بقى، هل واجهت مصاعب في حياتك؟ ايام، يعني بص كده في حياتي ليه، ان انا مثلا كنت العب كوره، كان بعض المدرسين مثلا يقولوا لي يا ابني الكوره عمرها مثلا ما هتاكل عيش، عمرها ما هتوصلك لحاجه. ومثلا كان في الصاحب مثلا يقول لي لا يلا بينا السايبر، تعالى نلعبوا طيارات، كان بيلهون عن الكوره. ممكن مثلا وفي اعز الاصدقاء ليا كان مثلا بيغير مني مثلا ان انا انزل معاه في الماتش، ان انا الم ده واعمل ده، الناس كلها تقول لك عاش عليك انت راجل مباراه، كان بلاقي يتغير. وفي التمرين كنت الاقي يقول لي ايه الادوات اللي انت هتمرن بيها، عمرها ما هتعمل حاجه، وبسم الله ما شاء الله يعني عملت مواهب. جيت مثلا في، يعني عاوز اقول لك ايه، كان بيبقى فيه مثلا مواعيد كان في مدربين بيكلموا لعيبه عليا، مثلا اللاعب ما كانش يقول لي ده الكابتن رافض ان انت، انا قلت له رشحت له انت، قال لي لا ومش لا، مع ان المدرب بيبقى يعني بص، يعني ممكن يغيب بالشهر يرن عليه وصاحبي ده قافل التليفون مثلا عشان اللي ما يقولوش عليا مثلا انا واقف معاه. ممكن كان صحاب برضه يعملوا لي بلوكات من على الفيس والانستا، لدرجه ان مثلا كنت بنشر فيديوهات ليا مثلا وانا بلعب كده عشان انا ما اوصلش، فاهم؟ مثلا انزل بوست مثلا عن الكوره، عن التدريب البنات، عن الطفل، ممكن يخش يشوف ما يعمليش، ممكن يعمل لي ريبورت عادي يبلغ عليه. مم. وطبعا يعني كان من كله. وانت يا كابتن مريم؟ انا في الاول كان لما حد يشوفني يقول لي الكره دي بتاعت الولاد، ما حتى من اقرب ناس ليا، في من بعض اهلي برضو كده، بس مش من بابا. ماما كانوا بالعكس كانوا متحمسين، حتى لو كنتش بعرف كانوا يقولوا هم لا عندهم فكره، خلاص عارفين مريم دي بتحط الحاجه خلاص هكمل فيها. فممكن صحابي برضو نفس اللي بيحصل معاهم، كانوا صحابي اللي هو الغيرة شويه، انت موفق بين الدراسه والمدرسه، لا مش عارفه ايه. بس كنت بزعل وبقول لا مش هلعب كوره تاني. حتى في مدرب لحد لسه ما زال لحد لسه شغاله معاه،
ماشي، هو طورني شوية وعمل معايا، بس اللي هو مثلا انا في كابتن ممكن يتكلم معايا تاني، كابتن مثلا بيتكلم معايا على حاجات اعملها، وكابتن ده محترم وانا بحبه، وكباتن كتير، هو لا يتضايق ان ازاي تقف مع كابتن ده وده وده. طب انا ممكن اخد من حضرتك معلومة، ممكن حد تاني عنده معلومة اكتر، صح بس خدت انتقادات كتير، بس دلوقتي ما بقاش فارق معايا. صح. اللي عايز يقول يقول، باخد ده تحفيز، يعني باخد ده حاجة جوايا كده، انا هوصل عشان اوريكم ان انا فعلا قد كلامي. ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. وميزة انا عندي يعني مثلا بعض المدرسين اللي كانوا يقول لي عمرك يا ابني ما هتنفع، عمر الكوره ما تاكلش، هم اول ناس بعتوا لي عيالهم في التدريب. يعني اكتر الناس دلوقتي داعمين، مثلا انت لو احتجت حاجه مني، عاوز لعيب، عاوز كذا، احنا نعمل لك دعايه الاكاديميات عندنا في الديسك. يعني كنت باخد كل ما بقع، يعني بقع خلاص بنط نط اعلى منها. يعني مثلا ازاي؟ مثلا كنت اما اجي مثلا خلاص قلت خلاص مش عاوز امرن، مش عاوز العب كده، افتكر ان مثلا ده قال لي انت مش هتوصل، ان انت لا، بطلع اجمد من الاول. مم. إيه مثلا إيه زي ايه مثلا؟ كنت مثلا من صحابي يقول لي انت مش لعيب كذا كذا. هو دلوقتي اللي بيجي يتمرن، انا عنده صحابي يتمرنوا عندي اكبر واصغر. طب انت شايف ايه اللي بيميزك على بقيه الاخرين يعني؟ ممكن عشان بتقي ربنا، ما مثلا اللاعب في بعض الاكاديميات، يعني كل مدرب له مشروع. ممكن مثلا انت جايب مثلا ولي امر يبقى جايب ابنه ممكن ما يعرفش حاجه عن الكوره، المدرب بيستغل الحته دي. في بعض المدربين بيستغلوا الحته دي، ان انا ممكن مثلا اعلم اللاعب عشان يمشي بالكوره، ممكن اعلمه شهر. انا لو شايف ان انا مثلا عاوز افيده واستفيد، لا انا هعلمه في تمرينتين. اللي هو ايه، خلاص انا عاوز اوصله، لان هم هيوصل مين اللي وصله، مين اللي عمله؟ قال لك ده الكابتن كذا اللي عمل. لا، بعض المدربين واخدينها كاستثمار. ممكن واحد مم. ما، هو عادي، ممكن شرط المدرب ما يكونش لازم أن تكون في كليه او دارس او كده، ممكن تكون لاعب من كتر. يعني انا مثلا، هواية. انا عندي مثلا كنت في سكه حديد اتغير عليا في الموسم واحد اكتر من 14 مدرب او 15 مدرب. ومثل ان انا مثلا كنت كابتن الفريق، مثلا المدرب بيرص التمرين اقول له يا كابتن دي لايه وايه السبب. مثلا بعد التمرين مثلا كان الكابتن يدي محاضره، بعد ما اخلص اقول له يا كابتن طب انا مثلا عاوز اطور من كذا، عاوز مثلا إيه الاسكان بتاعي يبقى 10 على 10، مثلا اعمل تمرين ايه، يقول لي لازم مم. تبقى تمرن كذا، تصحى كذا كذا. وعشان ممكن برضو مثلا ان انا عندي مثلا في الاكاديميه ما فيش حاجه ماديات عندي، بساعد اي حد. ممكن عشان مثلا ما بتكبرش على حد، ان هو عادي انا بتعامل مع اي لاعب عامه، قريب غريب اي حد، ان انا جوه الملعب مش كابتن، كابتن واخ واب وكل حاجه، وبره الملعب برضو. ممكن مثلا في لعيبه مثلا بتبقى في القاهره، برضو شباب او بنات ما يبقوش عارفين مثلا ان هم يوصلوا لي هنا، ببعت لهم برضو على الميديا. ما بتاخرش عن حد في حاجه، في لعيبه بتجيلي من طنطا ودمنهور وكل محافظات، ما بتاخرش عن اي حد في حاجه. ما شاء الله. هيك. وانت يا كابتن مريم بقى، ايه اللي بيميزك على بقيه البنات التانية؟ ممكن عشان ربنا مثلا ادانا نعمة واحنا بنستغلها صح، مش بنفرط فيها. وممكن يعني انا مثلا لو حد يشجعني ببقى اللي هو بعمل حاجة عشان التشجيع، ممكن لو حد احبطني ممكن يجيلي احباط، بس في يعني ناس. انت حاسه فعلا انت عندك نعم؟ يعني في تشجيع اكتر من المدرسين، حتى المدرسين اه. مثلا لما كنت اغيب حصه ورايا تمرين او حاجه، مم. كان ممكن المدرسين يجيبوا لي في يوم تاني. يعني في 4 مدرسين لهم يعني لحد الان، حتى لو انا وحشه كانوا يقعدوا يشجعوني كتير، يعني دوت انا بشوف. انت قلت لي قبل الحلقه ان انت على ناوي تعمل اكاديميات في كل مراكز كل مراكز يعني، شايف حاجه مصر، يعني. وهتبدا الاول بالكره. يعني الكره مثلا بتوع مركز تاب بارود، صح؟ ان شاء الله. يعني كل قريه هيبقى فيها ان شاء الله اكاديميه نسائي، ان شاء الله. سيدات. شايف. ما شاء الله، ده حاجه جميله خالص. ونبدا نساند يعني مثلا. حاجه جميله خالص فعلا. وغير كده مثلا يعني، انا بقول مثلا لاي مدرب عامه، امنع ممنوع الاستثمار ده والفلوس ده تحط في جنب، والنجاح الاول في جنب. يعني انا معلش مثلا لما اكون مثلا انا مغلي اكاديميتي مثلا، اقول مثلا 200 او 150 مثلا، يبقى في مثلا ولي امر شايف ان هو هيدفعهم، هو مش مستوعب. لا، انت طموحك ايه بقى انا كابتن ان مريم؟ انا اوصل منتخب ان شاء الله. احترف بره ان ان شاء الله. شاء الله. بعد منظومه توت عنخ امون. ايوه. هم ليها فضل واخد عليها. تشجيع اكتر من اهل ماما، يعني اهل ماما وبابا ودولت، ان شاء الله. يعني خالاتي وكلهم لهم تشجيع ليا. تشجيع ايتال بورد كلها ان شاء ايوه الله، ان شاء الله. وبعدين ومصر بقى كلها باذن الله. ان شاء يعني الله. عايزه اقول لهم ان هم يبطلوا اللي هم يحبطوا الناس دي، لان انت ممكن حد من قرايبك او انت يجيلك فرصه زي دي اه. وحد برضه يحبطك، يعني بدل ما تحبطه ممكن تشجعه، ممكن يدعيلك، ممكن بعد ما يوصل يقول انت اللي انا وصلت بسبب تشجيع ده، فعلا. بدل ما تقول انت بتحبطني.
بس بجد يعني كلامهم مش بيبقى فارق مع كل الناس. طب انت شاغله بالك بيهم لا ما بالنسبه ببقى زي هم مبسوطه شاغلين والله. بالك ايه؟ والله ببقى مبسوطه لما بيتكلموا، بحس ان في انا حد عايزني حاجه، يعني انت بتبقى مبسوطه؟ باخد ده تحفيز. ما والله شاء انا الله. ممكن كان في ناس يعني اللي انت بتاخد الكلام السلبي تحفيز. اه ما شاء الله. انا عندي مثلا الناس اللي بتحبطني والله. ممكن مثلا هو بيقول مثلا اسمع من حد تاني ان الكابتن ده مثلا او ده الشخص ده عاوز كذا او بيسأل على كذا، انا اكتر واحد بكون داعم ليه. يعني هو يحبط وانا دي اكتر واحد، حقيقه. انا صح اكتر واحد صح. داعم ليه. ما وعمري شاء يعني الله. مثلا بيقول لك ايه، من يتقي الله يجعل له مخرجا فعلا من فعلا. حيث ما نحتسب. يعني مثلا فعلا. انت ايه في الغيره، يعني صح. انت اللي انت بتعمله هيترد